اول حاجه عندي المواد الجافه، عندي كوبايتين دقيق منخولين، وهضيف ليهم ذره ملح، وكمان هضيف كيس كيك شيف، وهقلب مكوناتي كويس قوي مع بعض. بعد ما قلبتهم كده تعالوا نجهز المكونات السائله. في شفشة الخلاط نزلت ب3/4 كوبايه سكر، وهقولكوا ليه 3/4، و3/4 كوبايه زيت، وكوبايه لبن، و- وكوبايه زبادي، معزلقه شويه بس هتنزل، وبيضتين. ومادام حطينا بيضتين يبقى على طول هنحط فانيليا. انا استخدمت فانيليا باودر، استخدموا اي فانيليا انتوا حابينها، وبحب اضيف ليها نقطتين خل، بتخلي الكيكه بتاعتي هشه اكتر. وهخلط مكوناتي دي كويس قوي مع بعض، وانزل بيهم على المواد الجافه، وهقلبهم لحد ما يتخلطوا حلو مع بعض. وبعد ما يتخلطوا هضيف ليهم كوبايه من سميد البسبوسه، وممكن تاخدوا كوبايه من البسبوسه اللي في الاكياس جاهزه عادي، وهديهم تقليبه. وما تقلبوش كتير، بمجرد ما تضيفوا السميد يا دوب تخلطوا المكونات بس، لان السميد ما بيحبش تقليب. هنزل بيه في الصينيه بتاعتي، دي صينيه دهناها وجاهزه، وكمان مجهزه الفرن على درجه حراره 180 من قبل ما ابدا. هتدخل الفرن لمده من 30 دقيقه ل 40 دقيقه على حسب الفرن بتاعتك، بس مش هنفتح عليها قبل نص ساعة. ودي شكلها بعد ما طلعت يا جماعة، احلى كيكة رواني هتاكلوها. هسقيها دلوقتي بالشربات. ده شربات جاهز، كوباية مية عليه كوباية ونص سكر. اكيد دلوقتي عرفتوا ليه مضفتش كوباية سكر كاملة. وهزينها بجوز هند. وده كان الفيديو بتاعي. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة.